فشلت في الامتحان، ما تقفلش نفسك. كنت مجهز لبطولة وبتتعب لها جامد قوي وطلعت الخامس وكنت عامل اللي عليك وزيادة، برضه ما تقفلش نفسك. خليني اقولك انا ليه بقولك كده. عن انس رضي الله عنه، كان للرسول صلى الله عليه وسلم صلي عليه، كان عنده راقة اسمها العصباء. دي ما كانش في حد بيعرف يسبقها ابدا. فجاء عربي فعرض عليهم ان هو يسابقها، فالمهم لما دخلوا السباق هو كسبها. فاستغرب المسلمين وحسوا بالفشل جامد واستغربوا، جم مرة واحدة وقفوا. بعد كده جالهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه بقى؟ كان حقا على الله ما رفع شيء في الدنيا الا وضعه. انا عايزك انت بقى تتعايش مع القاعدة دي، ان مفيش حاجة دايما بتفضل فوق ولا حاجة في الدنيا بتفضل دايما تحت. حاول واعمل اللي عليك، ولما تخسر ما تزعلش، ما تجيش على نفسك جامد، حب نفسك شوية واديها فرصة. لو حسيت ان الكلام عجبك اعمل لي لايك، ولو حاسس ان انت هتفيد غيرك بالكلام ده اعمل له شير، ولو عايز تشوفني تاني اعمل لي فولو، ولو عايز تقول لي على موضوع نتكلم فيه بعد كده اكتبه لي في كومنت هرد عليك. يلا سلام.